ده يوم في حياة بنوتة متجوز. صحيت من النوم، حضرت فطار خفيف انا وجوزي، وعملنا كوبايتين شاي بالنعناع. بعد كده جهزت عشان نازلين نعمل شوبينج انا وزوجي العزيز. الشوبينج المره دي كان في شارع حسان في طنطا. خلصنا بقى طبعا ما كناش اتغدينا، عدينا على مطعم رول، وده اجمد مكان بيعمل سندوتشات في طنطا. طبعا ما ينفعش نكون في شارع حسان وما نجيبش الزلابيه الخطيره. العربيه دي كان بتاعت شاب مكافح بجد يستحق الدعم، ان كل حاجه عنده نظيفه بجد. الزلابيه بتاعته بجد مش شاربه زيت خالص، وسعرها خطير، وبجد بتبقى متغرقه في الصوصات. محمد جاب بطعم الدارك شوكليت عشان هو بيحب الشوكولاته البني جدا، وانا جبت بطعم الوايت شوكليت عشان بحب الشوكولاته البيض. بجد يا جماعه كان طعمها ولا غلط. نزلتوا طنطا لازم تشتروا منه وتشجعوا. كانوا في طنطا في شارع حسان محل الاستاذ بتاع الشوزيه. خلصنا بقى وكده احنا في طريقنا اننا نروح بيتنا. محمد بقى جاب لي حاجه انا كان نفسي فيها بجد، ربنا يخليه ليا ويرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب يا رب. تبقى حاجات من عند سام اوف فرع طنطا، علشان هم عاملين سيل على المكان كله 25%. المحفظه دي تبان صغنونه بس هي بجد نينجا. كمان جبت اكسسوارز الطرح دي بجد خطيره. راحت محارب بقى وحضرت البيجامه اللذيذه، وبعدين قعدنا نتفرج على المسلسل ده بجد تحفه يا جماعه. كده يكون يومي خلص، واستنوني في يوم جديد في حياه منونه. باي باي.